على الفيسبوك. يحرق الفيسبوك واللي عمل الفيسبوك. فاهم المعلم بتاعك ان ابراهيم ما عندوش حاجه ومش هديله حاجه. لو جبت سيرتي ولا سيره حد من صبياني هأذيك أذية ما شافهاش مخلوق. بقول لك يا سليم، طلع بقى زناتي من دماغك، الراجل ده مضايقك في ايه؟ ينفع تيجي معايا؟ تحت امرك يا باشا. فرتكت فراتيك يا بات. والله مش عارفه الاقيها منه ولا من تامر ابن الحاج لطفي. حاجه تاثر العمر. سليمان عرام كلمني وقال لي ان الظابط اللي خرشمك هناك ورا هو اللي جابها على نفسه. انت مش في الاخر عايز تروح تجيب تايسون؟ انا معاك يا سيدي، شوف ايه طلباتك وانا هوافق لك عليها. اقف يا باشا. استنى يا باشا، دي حته لبش يا باشا. الصلاة على النبي عليك يا باشا مصر. انت كويسة؟ مش هتموتي، ما تخافيش. الو، الاسعاف؟ ابني ابوس ايدك ريحني. البنت اللي انت خبطتها بالعربيه دي ماتت ولا لسه عايشه؟ ان شاء الله ما يكونش جرى لها حاجه. يا ست نقطنا مسكاتك. عايزين نعرف هنتصرف ازاي في المصيبه اللي عملها المحروس ابنك. مصيبه ايه بس يا حاج؟ لا هو اول واحد ولا اخر واحد يعمل حادثه. ممكن تسكت انت خالص؟ قول لي، متاكد ان مفيش حد شافك؟ مش عارف يا حاج، في حد شافني ولا ما اعرفش. الو. ايوه حماد. بقول لك ايه، انا في مصيبه كبيره قوي. وراح من ابويا ما هسيبه. ما تخافيش، هجيب لك حقك. ايه ده؟ انت رايحه فين في المطره دي دلوقتي يا سميحه؟ المطره بطلت، هروح لحسني الضبع، لازم اشوف فيه حل معاه. حسني الضبع ده راجل شراني. على الله بقى، ما هو مش معقول هسيب ابراهيم مرمي الرميه دي. خلي بالك انت بس من البنات. خير يا استاذ، ايه اللي جايبك في الساعه دي؟ انا عندي بلاغ مهم جدا دلوقتي يعني ايه ناقصه؟ البلاغات كمان ليها مواعيد. فين الظابط اللي هنا؟ ادخل يا اخويا، سليم باشا جوه. سليم باشا؟ اه سليم باشا. طب هو مفيش ظابط تاني هنا؟ يعني انت جاي في جو زي دوت وكمان عايز تنقي؟ لا مفيش غيره يا سيدي. انا مش هقدر اقابل الراجل ده. جرايه وليه؟ الله، انت جايه ترمي بلاويك انت وجوزك علينا ولا ايه؟ يلا توكلي على الله، مش عايزين مصايب. بص رجلك يا معلم، الراجل هيروح في داهيه. وانا مالي؟ هو انا اللي قلت له يستلف؟ انا اللي قلت له يروح يسرق عودته؟ قطع لسانك، ابراهيم عمره ما بيعمل كده. صبيك هو اللي خد الحاجه. لم لسانك يا سميحه. انا حقي وصلني، ولا انتوا كنتوا عايزين تاخدوا فلوسي تفرتكوها واقعد اطبطب عليكم؟ يا معلم احنا جيران وعشره، اذا كان على الفلوس طلع لي الراجل وانا هجيبهم لك. تجيبي لي ايه يا مجنونه انت؟ انتوا لاقيين تاكلوا؟ ابوس رجلك وايدك يا معلم، الراجل رايح في داهيه. وانا مالي؟ هو انا اللي ماسكه؟ الحكومه هي اللي ماسكاه. روحي بقى قولي لهم الكلام ده، بس حسك عينك تجيبي سيرتي انت ولا المحروس جوزك، هاذيكوا. طب شيع له محامي هيدخل السجن. وانا خلفته ونسيته؟ يا معلم ابوس ايدك ورجليك، ده الراجل اللي ماليش غيره. ما تقرفيناش بقى يا سميحه. الله. حاضر يا معلم، حاضر. ولا يا زلط امر يا معلم. تقب وتغطس وتجيب لي الواد عرسه من تحت تقطيع الارض. بالعندي قبل العندي. استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني ما بتتعلمش من اللي حصل لك. شالوك من تحت ايدي المره اللي فاتت، اعمل فيك عشان تتلم. انا بالنسبه لي ما كنتش عايز اجي هنا، بس انا عندي بلاغ مهم.
لا ماما تلاقيك جاي في حاجه فاضيه واي كلام. روح يا ابني اعمل لي شاي بسرعه عشان. قول يا عم زياد اتفضل. ارغي. اخس عليك يا ندى، نسيت المفتاح برضه. انت عارفه يا بنتي ان انا بمشي بالعافيه. حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم يا حاجة. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير؟ أنا آسف يا أمي، مش ده بيت الأنسة ندى محمد سطوحي؟ ايوه يا ابني خير. لا مؤاخذة يا أمي، هي بنتك عملت حادثة وهي في المستشفى دلوقتي. امسك قطع شحن. بس انت شفت الفيديو ولا ايه؟ لو ما لحقتش تشوفه احنا ممكن نتصرف ونجيب شاحن. يا عم شفته وبعدين هنجيب شاحن التليفون العجيب ده منين؟ عم انت بدل ما بتتفرج على البنت وتصورها ما تدافع عنها يا اخي، هي دي الرجوله برضه؟ انا ما تخيلتش ان هو هيخبطها بالعربيه. انا قلت ان هو هيعاكس وخلاص. يعكس وخلاص؟ ما العيب مش عليك، العيب بقى على كل الناس، تقف تتفرج على حريقه وتصورها بدل ما تطفيها. معاك حق. انا غلطان، بس دلوقتي هنعمل ايه؟ مش عارف. التليفون اللي معاك ده مش بإذن من النيابه، بس ده كفايه ان انا اجيب ابن لطفي من حضن ابوه وامه. وابوه يجي هو وحماد الموجي يطلعوه، مش كده؟ على جثتي. لو وزير الداخليه جيت نفسه مش هيعرف يطلعه. هات التليفون ده عشان اثبته مع المحضر. اخلص. التليفون ده هيفضل معايا، مش هطلعه غير قدام النيابه. ماشي. طب اقعد هنا، ما تخرجش لحد ما اجيلك. طب والبنت؟ البنت انا اعدي على المستشفى نطمن عليها واحنا رايحين. انت بجد هتعمل كده؟ هعمل كده وانت اجدع مني ياض ولا ايه؟ بس انت برضه جدع على فكره. كويس انت جيت بلغت وما خفتش. ما تزعلش مني ياض من اللي حصل. بس انت بصراحه برضه واد مستفز. المشكله اللي كل واحد لما بيجي بيدور على حقه بيبقى قدام الناس شكله مستفز. عامة انا عرفت اللي انت عملته مع تايسو. الظاهر اني كنت فاهمك غلط. ترزع عيني يلا. ما تحركش لحد ما يجي تفهم ولا لا. حاضر. هدي نفسك يا حاج، خير ان شاء الله. خير ازاي يا حماد؟ افرض ان في حد شاف الواد، واكيد البنت هتشهد عليه. انا عموما بعت حد من رجالتي عشان يشوف البنت دي راحت انهي مستشفى ويعرف لنا الاخبار كده ويتطقص من بعيد لبعيد. بس انا شايف احنا لازم ناخد احتياطاتنا. وناخد احتياطاتنا ازاي؟ يعني اول حاجه العربيه دي لازم نخفيها خالص. حصل. انا بعت حد من عندي من المعرض خد العربيه وخفاها فعلا. تاني حاجه بقى تامر لازم يختفي خالص. طب دي هعملها ازاي دي؟ انا هكلم الواد شادي ابني خليه يجي ياخده ويطلعوا على السخنه، وعندي بدل الشاهد 10. ما تقلقش. اعمل اللي انت شايفه يا حماد. امال انا جايبك ليه؟ طيب اهدى بس ما تقلقش. وانا شايف ان احنا لازم نتصل بالمحامي الاستاذ نشأت اهو، ناخد رايه برضه في اي حاجه. المهم ان الواد يطلع من الورطه اللي هو فيها دي. ما تقلقش. الو. مساء الخير يا نشأت، ازيك؟ الحمد لله. كويس انا لحقتك قبل ما تنام. انت فين يا ابني؟ اقعد مستنيك ساعه. كنت بجيب حاجه من بره حضرتك يا فندم. طب اخلص يلا. تعرف بنت لطفي ابو المجد؟ يا فندم. طب وديني ليه يلا. حاضر. فهمت يا عرسه ولا عيد تاني؟ عيب يا مرياسة، كلامك يتقال مرة واحدة وما يتنسيش. طب يلا اجري نفذ، لما تخلص كلمني قول لي عملت ايه. حصل. عرسة خلص. هنعمل يا متر. الحقيقة أنا شايف إن حماد بيه عنده حق. على فكرة أنا بفضل إن الولاد يسافروا في عربية من عربياتك يا حماد بيه. اشمعنى؟ يعني عشان مفيش كمين شرطة يعترضهم في الطريق. وماله، مفيش مشكلة خالص. بعد كده نشوف البنت قالت إيه وبناء عليه هنتصرف إزاي. المهم أنت مطمن يا متر. عيب يا حاج، طول ما معاك نشأت فهمي محدش هيقدر يجي جنبك ولا جنب تامر، وكله بالقانون. خلاص بقى يا حاج اطمن. عموما شادي زمانه جاي دلوقتي هو والعربية والسواق بتاعي، يكملوا هم بيها على السخنة، وانا معلش يا متر بقى هتقل عليك، يبقى خدني في سكتك وانت مروح. ربنا يستر. يا رب.
يا رب هاتي العواقب سليمه يا رب. يا رب ده احنا غلبه مالناش غيرك يا رب. وحد الله يا امي كده وصلي على النبي، ان شاء الله ما فيش حاجه سليمه باذن الله. اسمع من جواك ربنا يا ابني. يا رب والنبي يا رب، حبل حبيبك النبي يا رب. يا رب ده احنا غلابه، استرها معايا يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. استرها مع الغلبان اللي جوه يا رب. ده احنا غلبه ومالناش غيرك يا رب. ماشي يا حاج، هقوم انا بقى اروح لاني تعبت، وهنبقى مع بعض على التليفون. مين اللي هيجي لنا دلوقتي؟ مش هخش جوه بيت؟ يا حاج سيبها تفتح الباب نشوف فيه ايه. افتحي يا بنتي. مساء الخير يا حاج لطفي. سليم باشا، خير؟ ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ سليم باشا، ظابط مباحث الاسم. اهلا وسهلا. طبعا احنا التقينا قبل كده. ابنك تامر فين؟ ها؟ سمعتني، ابنك فين؟ تامر مع شادي ابني، هم سافروا مع بعض الصبح. خير، في حاجه؟ يعني هو بعد ما خبط البنت الغلبانه طلع على العين السخنه؟ لا مؤاخذه يا باشا، بنت غلبانه مين اللي هو خبطها؟ هو الباشا مين؟ نشأت فهمي المحامي. محامي؟ ولحقت تجيب محامي كمان بالسرعه دي؟ ده ايه السرعه دي يا حاج لطفي؟ لا انت فاهم غلط، انا وحماد بيه اصدقاء للحاج لطفي، وبعدين لا الحاج لطفي ولا تامر ابنه عندهم قضايا عشان يحتاجوا محامي. طب اقعد انا مطول شويه مش ماشي. اقعد يا حاج لطفي، اقعد ما تخافش، انا مش جاي لك انت. اقعد. ابنك تامر فين؟ اظن احنا جاوبنا على السؤال ده قبل كده. وعربيته كمان في العين السخنه؟ أنهي عربية يا عدم المؤاخذة؟ احنا عندنا عربيات كتير، وتامر ما تاخذنيش يعني بيركب أي واحدة. لا ما أنا عارف، أنا قصدي على البي ام الحمراء. مش هو عنده بي ام حمراء؟ عنده بي ام حمراء، بس اشمعنى العربية دي؟ طب إيه رأي سعادتك إن دي بالذات بقى عند السمكري بقى لها كام يوم؟ كام يوم يا حاج لطفي؟ ده متصور بيها النهارده وبيخبط البت. تصور؟ متصور ازاي يعني؟ والله البلاغ اللي جالنا كده مش هتبلى عليه. بعدين اللي بلغ عنه زياد اللي انت جيت طلعته، مش هتبلى على ابنك. على فكره يا باشا، الفيديوهات دي بيتلعب فيها. ليه يا نشأت بيه؟ ده لسه الموضوع من شويه. خلاص، اللي يفصل بيننا المعمل الجنائي، وبعدين تامر مع شادي في العين السخنه، وعندنا شهود على كده. في اسئله تانية؟ لا مش جاي اسال، انا جاي اخد تامر وامشي. وتامر مش هنا. تمام. على العموم بقى يا حاج لطفي، ابنك في السخنه في الساعه، انا مش هلحق. تسليم بيه، احنا تامر ابننا ما عملش اي حاجه. انا مش فاهم انت حاطه في دماغك كده ليه؟ وبعدين يعني ما اعتقدش ان وزير الداخليه هيعجبه الكلام ده. لا السكه دي مش تمشي معايا. بعد اسال عليا وانت تعرف ان انا ما بخافش. بس انت بقى خاف على ابنك وخليه يجي لي بنفسه بدل ما اروح اجيبه. نورت يا سيدي باشا، ولو انك ما لحقتش تشرب حاجه معانا يعني. ماشي، تبقاش تزعل بقى من اللي هيحصل. سليم باشا، لو العربيه البي ام الحمراء عجبك، عندي اختها في المعرض مع الزيرو. بجد؟ والله. حتى على الصبحين تشرب معايا فنجان قهوه وتدور عربيتك وتتكل على الله. مش هنختلف، تجيب واحد. انت دي ما وعم لطفي. ايه يا حاج؟ ايه يا حاج؟ ما كانش في داعي حكايه العربيه دي خالص، الراجل شكله ما بياكلش. اعمل ايه؟ قلت اجرب معاه اي سكه. بعدين ده بيقول لك الواد متصور. والله يا ابني لحد دلوقتي ما عارف اللي حصل ده حصل ازاي. قسما برب العزه ما كنت اقصد. انا مش عايزك تعمل في نفسك كده. اطمن، وان شاء الله البت هتقوم منها بالسلامه. المهم تفضل مزه زي ما هي. مزه ايه وزفت ايه على دماغك دلوقتي؟
انا خايف يا شادي البت دي تموت ولا يجرى لها حاجه. اصل انت ما شفتش البت اتهبدت في العربيه ازاي، ودمها كان سايح على الارض. انا متاكد ان جرى لها حاجه. يا جدع فضل الله ولا فادك. ما تقلقش يا صاحبي. الموضوع كده اتعقد يا بهوات. يعني يا متر، لا خد بالك، تامر ده ابني الوحيد، مش هسمح انه يخش السجن ابدا. يا حاج اطمن، ان شاء الله ما فيش سجن ولا حاجه. احنا المهم ان احنا نرتب اوراقنا كويس ونجهز لكل الاحتمالات. ايوه يا علي، ايه الاخبار عندك؟ ايه؟ اوعى تكون قالت حاجه. طب خليك عندك، لو في اي حاجه ببلغك. في يا حماد؟ بنت ماتت. لا حول ولا قوه الا بالله. ما قالتش حاجه لما جت في الحادثه؟ للاسف لا، هي جات لنا حالتها مغمى عليها وحاولنا ان احنا نسعفها، لكن للاسف اصابتها كانت خطيره جدا وكان مغمى عليها. مفيش حد من اهلها هنا؟ والدتها اللي موجوده دي، بس ما تعرفش ان بنتها توفت. ربنا يصبرها. ماشي يا بنت. بعد اذنك. انا مش فاهم انتوا مزعلين نفسكم ليه يا بهوات؟ ما يمكن اللي حصل ده في مصلحتنا. مصلحتنا ازاي يعني؟ بقول لك البنت ماتت. الله يرحمها. انا المهم عندي ان هي تكون عملت باصلها وما جابتش سيره تامر قبل ما السر الالهي يطلع. اهو الواد علي هناك هيتطقص وهيرد عليا لو في اي حاجه. المشكله الحقيقيه عندي دلوقتي الشاهد والفيديو اللي معاه. الواطي اللي ما بتمرش فيه، وانا اللي جريت جري عشان اطلعه لما مسكوه. الواد ده حاج هو اللي في ايده مفتاح القضيه كلها. لازم يغير شهادته ولازم الفيديو ده يختفي. كده هنبقى احنا في السليم. وبعدين يبقى يوريني الضابط بتاعكوا ده هيعمل ايه. بقول لك يا حاج، هو انت مش تعرف ام الواد ده؟ ما تكلمها. اكلمها في يا عماد؟ ما انت عارف الحكايه وعارف الواد وعمايله. هي عرفت تتصرف في اللي يخص الواد، لما هتعمل لنا حاجه في اللي يخصنا احنا. عندك حق يا حاج. عارف مين اللي هيحل لنا المشكله دي؟ مين؟ الواد زناتي. جبت مفتاح المخزن زي ما قلت لك؟ اهو. خليه معاك دلوقتي. دلوقتي فين؟ في مكتب رئيس المباحث. بس ليه؟ لسه ما رجعش. طب بقول لك ايه؟ عايزك تغور الواد العسكري اللي على مكتب رئيس المباحث ده قيمه ربع ساعه كده. هتعرف ولا تغرق في شبر ميه؟ يا كبير، الحوار ده لو اتكشف هيحصل عوق جامد. ولو خلص هيبقى فيه قرشين عنب. معايا ولا اجيب حد تاني ياكل اللقمه الطريه دي؟ طول عمري معاك يا برنس، بس انت مالي ايدك. ياض عيب ياض، انا زناتي يا مالي ايدي ايه يا اهبل. بكره تيجي تبوس ايدي يا بقف. خلصانه بضمير مرتاح. يلا يا خد يا كبانش. ايوه حضرتك. عشيت ياض ولا لسه؟ ابدا والله يا حضره الامين، ده انا من ساعه ما اتغديت ما حطيت لقمه في حنكي. طب اجي نروح الكانتين كلك لقمه على حسابي، خلصانه بخساره. حاضر يا حضره الامين، ربنا يكرمك ويجعلك ويديك على قد نيتك الطيبه يا رب. تاخرش يالا. حاضر. مساء الفل يا استاذ زياد. اهلا. طب ليه المعامله الناشفه دي؟ ده انا حبيبك. عمر يا سيدي براحتك، بس هتعبك معايا شويه.
خير. لا مؤاخذه بس هننقل المكتب تاني، العيال العساكر هينضفوا قبل ما سليم بيجي ويطين عيشتهم. في حد بينظف بالليل كده؟ افترى بعيد عنك، بس حكم القوي على الضعيف هنعمل ايه؟ بس معلش حقك عليا، لا مؤاخذه بس هتلم حاجتك وتيجي معايا. سليم بيه قال لي ان انا ما اتحركش من هنا. يا راجل دول خطوتين، مكتب جنبنا هنا بس عقبال ما العيال تخلص، وكده كده هو لو جه لهم ما خلصوش هيجي لنا. يلا. هما فين الخطوتين اللي انت قلت عليهم؟ خلاص يا سيدي وصلنا اهو. اتفضل اتفضل يا استاذ زياد، اتفضل اتفضل. افتح على الفاعل. اتفضل يا استاذ زياد، هجيب لك شاي دلوقتي. انا مش عايز من وشكم حاجه. مسا ابو خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين يا عم انت؟ عرسة. عرسك؟ ودخلت هنا ازاي؟ من تحت الباب؟ عرسة يدخل من أي مكان. عايز ايه؟ مرسال من طرف المعلم حسن الطبع. ما تخافش. عايز ايه مني حسن الضبع؟ مش كفايه اللي انتوا عملتوه فيا؟ عارف الإزازة دي فيها إيه؟ مية نار. فهمت؟ ولا نقول كمان؟ هو في ايه بالظبط؟ مفيش حاجة. انت قلقان ليه؟ أنا هجيب لك شاي. انتوا عايزين مني ايه؟ كل خير. اقعد. اقعد. ما ترتاح. خايف ليه؟ مش خايف. عايزينك تعلى أبو خليل وتعرف إنك لو في بطن أمك هنجيبك. والمعلم بيقول لك إيه بقى؟ أنت كده كده هتخش السجن، فخليك راجل أبو خليل وشيل شيلتك. وإياك أبو خليل تجيب سيرته أو سيرة حد من صبيانه، بدل ما حد من السجن يقل عقله ويضربك بمطوة زي دي أو يرشك بشوية مية نار زي دول، ولا بعيد الشر يرش واحدة من بناتك بشوية زيهم. ودول ولاية يا أبو خليل، ولاية. هتعمل إيه بقى الواحدة في يوم لو وشها باظ؟ قلب الكلمتين دول في دماغك يا أبو خليل قبل ما تتعرض على النيابة بكرة. عرسة خلص. يا رفاعي فين العساكر؟ جوه بياكلوا لقمه سعادتك. سعادتك شايف الجو؟ جو ايه وزفتي واحنا في حضانه؟ يا باشا العيال ما كلوش حاجه من الصبح. ان شاء الله مع انهم طفحوا. حالا يا باشا كل واحد يرجع مكانه. خلصانه في منت. لما نشوف. الو. ايوه زناتي. الظابط رجع. طب خلي عينك عليه، ولو حصل حاجة كلمني. سلام. يا استاذ زياد، مش قلت لك يمكن مش هو؟ بقول لك انا مصوره بالموبايل بتاعي، لولا بس ان الموبايل فاصل كنت فرجتك على الفيديو. ولنفرض ان هو يا اخي، دي حادثه قضاء وقدر يعني. وبعدين ده شاب ذاكر يرضيك مستقبله يضيع؟ ما علينا منه يا سيدي، ابوه ده مهما كان جارك برضه وخيره عليك. بقول لك الكلام ده ما بياكلش معايا، ما تضيعش وقتك، رجعني مطرح ما كنت، انا مش غير كلامي. طب ايه رايك اجيب لك من ابوه 50,000 جنيه؟ ما يلزمونيش. 100,000 كويس؟ زياد انت شاب في بدايه حياتك، مبلغ زي ده يعمل معاك مصلحه حلوه. وفعلا 100,000 تستاهل ان ابيع البنت الغلبانه، بس ده تفكير اللي زيك يا ابني. ان كان اهل البيت نفسهم اتراضوا مع الراجل ما فاضلش غيرك يا زياد. هم حرين، انا مش غير كلامي. يا ابني اعقل، امال الحياه يبقى من الميت. خد المبلغ واعمل لك مصلحه حلوه.
وده مش حقهم لوحدهم. ابن لطفي لو ما اتحاسبش كل يوم هيدوس على بنت جديده. اعتبرها بنتك. ما يخصكش. ده برضه رد الناس الرخيصه اللي زيك. لا ده انت ابن كلب قليل الادب وعايز تتربى. انت مش هتعرف تعمل معايا حاجه. لا يرحم امك اعرف اعمل. انا عايز اعرف الواد ده راح فين. ما يمكن زهق وروح يا باشا. انت هتستهبل؟ ما طبعا ما انتوا ليل نهار نايمين تحت البطاطين متدفيين. وانا ذنبي ايه بس؟ يعني ايه ذنبك ايه؟ انت مش عامل لي فيها الصدر حنين ولامم العساكر حواليك؟ انت تعرف بيت الواد ده فين مش كده؟ انا يا باشا عارف. تروح دلوقتي تجيبه من حضن امه، مفهوم؟ حاضر يا باشا. يلا غور من وشي. ها انت فين يا عم انت؟ الظابط رجع وقلب الدنيا. ما خلاص يا قلت لك ما تبقاش خفيف امال. يلا ربع ساعه وتعالى بسرعه. يا عم زياد لسه دماغك ناشفه؟ ما تفرهدش نفسك وتفرهدني معاك. ما هو انت كده كده مش هتخرج من هنا غير لما تعمل اللي انا عايزه، فريح نفسك. ابويا الله يرحمه قال لي عيش راجل. لما قابل اللي زيك. The telephone you have called cannot be reached at this time. Please try again later. إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن. نرجو محاولة الاتصال في وقت لاحق. الواد مات يا زناد.